انا دايما كنت بسال نفسي سؤال مهم، انا ليه بحب الاهلي؟ طبعا مش عشان الاهلي بيكسب على طول، ولا انا طلعت لقيت الاهلي بيكسب، ولا عشان خاطر لعيب معين زي ابو تريكه ولا الخطيب ولا لا. انا بحب الاهلي عشان خاطر حاجه واحده بس اكتشفتها النهارده، الا وهي رقم واحد في النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي. النهارده انا اكتشفت الحكايه دي. النهارده جمهور النادي الاهلي اقسم بالله من الهتافات بتاعته انا جسمي اشعر. جمهور عظمه، جمهور فاهم، جمهور واعي، جمهور عارف امتى يشجع اللعيبه، امتى يدوس عليهم، امتى يقرص، امتى يوجه رساله للاداره، امتى يعمل كل جمهور فاهم كوره بجد. النهارده جمهور الاهلي بيدي عظمه، وعشان كده هبدا الفيديو ده من عند رساله قدمها لنا جمهور النادي الاهلي للنادي الاهلي، الا وهي ايه بقى؟ يا خطيب اسمعنا، النادي الاهلي بتاعنا. هنا بنوجه رساله للاداره والجمهور واللعيبه والاعلاميين ولكل الناس. فوق، اصحى، النادي الاهلي ده بتاعنا احنا، لا بتاعك ولا بتاع اي حد. بص اللعيبه النهارده هتعرف قد ايه النادي الاهلي لا في حاجه غلط. النهارده اللعيبه لازم تبقى فاهمه حاجه، اي حد عايز يعمل فلوس، اي حد عايز يعمل شهره، اي حد عايز يتصيد، اي حد عايز يعمل اي حاجه بره الكوره يطلع يعملها بعيد عننا. عايز فلوس اتكل على الله غور، مشينا قبلك نجوم عبد الله السعيد والحضري وي عد للصبح، مش حسام وابراهيم بتتكلم في ايه؟ مشينا كل الناس دي. احنا عندنا اللعيب اللي بيلعب كوره للكوره احنا بنمجده، بنخليه احسن واحد في العالم، واللعيب اللي ما بيلعبش كوره للكوره اوسخ لاعب في العالم وبنديله بالجزمه. ايوه اسمع مني، النهارده ماتش الاهلي بلا اي حاجه. النهارده ريبيرو خلاص كلمه السر قفلت، خلاص الورقه بتاعته خلصت، ريبيرو لازم يمشي، مفيش مجال للتفكير، مفيش مجال ان انت تسيبه تديله فرصه، خلاص هو ما عندوش اي حاجه. النهارده باين ان ما عندوش اي حاجه، مفيش روح للفريق، مفيش تحضير، مفيش لعيبه عارفه تعمل اي حاجه، لا عارف تطلع بالكوره، لا عارف تضغط، لا عارف تمسك كوره، لا عارف تعمل اي حاجه. انا اسوأ مباراه اشوفها للاهلي قدام بيراميدز هي المباراه دي. النهارده الاهلي بيعمل ايه؟ اللعيبه بتعمل ايه؟ اللعيبه احنا اللعيب اللي عندنا في النادي الاهلي عايزين اللعيب ده يكون دمه بلون التيشيرت اللي هو لابسه احمر، يكون عنده نحراره، عنده حرقه. النهارده اللعيبه مفيش، اللعيب خسران واحد زي اتنين ولا بيعمل اي ولا بيفكر. النهارده طاهر محمد طاهر بيستلم الكرة بيطلع بيها بره وانت خسران اتنين، النهارده انت خسران اتنين ومش عارف تطلع بالكرة بتشلت، النهارده انت مش عارف تعمل اي حاجه. النهارده بيراميدز بهجمتين جاب جولين فيك، ايه ده؟ هو ده الاهلي؟ هو ده اللي كوكبه النجوم؟ هو ده اللي احنا عايزين نشوف احسن كوره؟ بطلوا نفخ بلالين على الفاضي، لان البلالين لما بتنفخها بتطير، ما بتاخدش منها اي حاجه، بتسيبك وتخلع. انت بتنفخ بلالين في لعيبه ملهاش اي لازمه، لعيبه فاضيه، لعيبه فاضيه حرفيا. في لعيبه كتير في الاهلي فاضيه. كوكا اللي عايز يقعده ب 3 و4 و25 مليون، كوكا ده ما يدروش 50 جنيه على بعضها. كوكا ده مش لعيب كوره. طاهر محمد طاهر ده بياخد ايه؟ بياخد كام؟ طاهر محمد طاهر ده المفروض يجي يدفع علينا فلوس كل شهر ان هو موجود في النادي الاهلي. مش فاهم، في لعيبه كتير ملهاش اي لازمه. النهارده نص الملعب انت مش فاهم ايه اللي بيحصل. النهارده اللعيبه انت مش عارف انت بتعمل ايه. يطلع لي بن شرقي يودي لي تريزيجيه يمين، طب تريزيجيه يروح شمال، طب تريزيجيه مش عارف يلعب فين، طب حسين الشحات قاعد بره، طب انزله مكان مين، طب انزل مين مكان ايه، مش عارف. طب نجرب محمد شريف وجراديشار، لا طب طلع محمد شريف بقى عشان جراديشار يلعب. مش فاهم، انت مش هو مدرب مش عارف امكانيات اللعيبه، مش فاهم ايه اللي بيحصل. النهارده بيراميدز في اسوأ حالاته انت مش عارف تكسبه. الاهلي سيء جدا، الاهلي زي الزفت. الرساله الواضحه من الماتش بتاع النهارده خالص، جمهور الاهلي، جمهور الاهلي وكافه، مش محتاجين نتكلم. تقييمات اللعيبه بيج زيرو على راي مانو الجوزيه، بيج زيرو لكل اللعيبه بجد. النهارده اللعيبه مفيش لعيب باستثناء، انا من وجهه نظري باستثناء لاعبين، باستثناء محمد هاني شويه اللي كان مجتهد وبن رمضان اللي كان بيحاول، غير كده كل اللعيبه صفر. مفيش لعيب عمل اي حاجه، مفيش لعيب حسيت ان هو عنده نحراره ان هو عايز يجيب جون على الاقل. ايه ده؟ النهارده مفيش البساط، لا عارف تباصي ولا عارف تشوط ولا عارف تطلع بالكره ولا عارف تعمل اي حاجه خالص. شوارع فاضيه في نص ملعبك. اللعيبه بتضغط، اللعيب مكسل يروح يضغط ويهين نفسه شويه. انا فاكر كولر ابو تريكه احسن لعيب في تاريخ النادي الاهلي، ابو تريكه. انت متخيل ان ابو تريكه ده كان بيجري ويتزحلق ويعمل تاكلينج ويقطع الكوره وكان بيخش وكان بيتهن؟ ابو تريكه اللي لو كل لعيبه الجيل دي قعدت تلعب 20 سنه مش هتعمل ربع اللي عمل ابو تريكه عند النادي الاهلي ولا عند جماهير النادي الاهلي، مستحيل. امام عاشور اللي افضل لعيب موجود في الجيل حاليا، افضل لعيب مش في النادي الاهلي، في الجيل المصري كله حاليا،
امام عاشور الماتش اللي فات هان نفسه وشفنا رجع قد ايه امام عاشور لعيب قوي عشان خاطر امام عاشور بيلعب كوره للكوره بس. لكن اللي بيحصل ده مش كوره، ده قرف كروي. اللعيبه عايز تلعب مش عايزه تلعب، غورهم في داهيه. اللي عملهم يعمل احسن منهم. احنا مشينا كواكب، مشينا نجوم اساطير ولعبنا، والاهلي لعب، والاهلي مشى فريق بالكامل قعدوا في البيت ولعب بالناشئين وخد الدوري. انت بتتكلموا في ايه؟ النهارده ريبيرو مش عايز له اي اعذار، خلاص خلصت. انا واحد من الناس كنت مع ريبيرو، كنت شايف ان هو مدرب عنده امكانيات، لكن هو مدرب ممكن يكون المدرب الكوره مش تدريب بس. الكوره مش في ان انا اكون فاهم 1+1=2، لا خالص. الكوره لازم زي ما انت ما بتعرف تكون عندك اداره للمباريات، لازم يكون عندك فنيات، ولازم يكون عندك وعي ان انت ازاي تعامل اللعيبه دي، وامتى تقرص وامتى ترخي وامتى تعمل كل الكلام ده، ازاي تدير اللعيبه وتدير اوضه اللبس. دي اهم من اي حاجه. جوزيه اللي نجحه ان هو كان قادر يدير اللعيبه نفسيا قبل ما يديرهم في الملعب. لكن النهارده انت لا عندك اي اداره فنيه ولا اي حاجه يا راجل. ده الجماهير لغت ريبيرو وقالت لعماد النحاس قوم يا عم شوف شغلك، قوم يا عم بدل القرف اللي احنا عمالين نشوفه ده. انا قاعد بتفرج على الماتش عارف ان الاهلي مش هيجيب اي، والمصحف كنت قاعد بلعب خلاص زهقت. مفيش الاهلي شوط تاني كامل الاهلي ما عملش فيه هجمه واحده. انت متخيل 45 دقيقه الاهلي ما عملش هجمه؟ بمين بقى؟ بزيزو وتريزيجيه وبن شرقي، عد بقى للصبح يا برنس. الاهلي ما عملش هجمه واحده. انت متخيل؟ دليل على عقم كامل للنادي الاهلي يتحمل نسبه 70% ريبيرو 30% لعيبه. النهارده اللعيبه مش في مستوياتها خالص، مفيش ولا لعيب في مستواه. النهارده الجول الثاني كارثي، الكره بتروح لناحيه الشمال بمنتهى، ناحيه اليمين بمنتهى السهوله، يروح محولها للشمال بمنتهى السهوله، تروح ملعوبه ثاني يروح داخل لعيبها بالهيد، وليد الكارتي يحطها جول. انت متخيل كل ده ودفاعات الاهلي واقف عمال تتفرج زيها زينا بالظبط ولا كانها موجوده؟ فين الكوره؟ هي دي الكوره اللي علمها لكم؟ لو الكوره دي اللي علمها لكم يبقى احنا مش عايشين في البلد، يبقى احنا عايشين بره. دي مش كوره، دي كده، ده كده قرف. النهارده في كوره فيستون مايلي رايح لوحده وسط ثلاثه، قوه المهاجم، قوه انك تبني فريق صح، مش تجيب لعيبه وخلاص من غير ما تبني فريق. قوه النهارده المهاجم ان محمد احمد الشناوي بيلعب الكره لفيستون مايلي بياخدها من وسط ثلاثه ويقف عليها وياخد فاول وينقل فريقه بالدفاع للهجوم. دي قوه فيستون مايلي. انت النهارده محمد شريف مش قادر يعمل ومش هيعمل ده، لان هو صغير وهو في عز مستواه ما كانش بيعمل ده. انت عايز مهاجم محطه، مهاجم تقف عليه وتطلع، مهاجم في الصندوق يخلص لك. لكن انت النهارده مفيش اي حاجه. الفريق مبني صح، انت عندك 6-7 لعيبه منهم 3-4 في مركز واحد، وباقي الفريق النهارده دفاع شوربه، خط نص قول يا كويس، مهاجم مفيش، باك شمال ما عندكش، بتلاعب كريم فؤاد، محمد هاني ملوش بديل. انت النهارده في الفريق فيه مشاكل كتير. الاداره لازم تحط النهارده كده في توقف، اعمل ستوب وابني من اول وجديد. اللي مش عاجبه يتكل على الله. فكر بقى انت هتعمل ايه، فكر تحفز اللعيبه دي لحد يناير، تكون مجهز صفقات توب. عماد النحاس يمسك لحد ما تجيب مدرب تبقى انت فاهم انت جايب المدرب ده ليه. مش جايب مدرب حلو وخلاص، لا، انا جايب مدرب عايز منه 1 2 3 4. هو الراجل بيلعب بكوره 1 2 3 4، فيقدر ينفذ لي الخطه اللي انا عايزها ان انا ابني بيها 5-6 سنين باللعيبه اللي عندي. دي فكره ان انا بجيب مدرب. انا مش بجيب مدرب فلان حلو فانا اجيب مدرب خلاص هو حلو يجي. ما هو هيجي هيناسب اللي انا عايزه، هيناسب اللعيبه اللي عندي ولا لا. في مدرب فكر هجومي بيحتاج لعيبه تكون اكتر مهاره، انا ما ينفعش اجيب مدرب فكر هجومي واجيب العبه وامسكه قد المحله. يبقى انا كده اداره مش فاهمه، اداره ما بتفهمش كوره. الاداره بتنجح، يعني علاء عبد العال ناجح مع غزل المحله لحد دلوقتي لان هو جاي، الاداره جايباه عايزاه حاجه معينه، عايزه منه حاجه معينه، عايزاه يقعد الفريق في الدوري يجمع نقط، فهو بيعمل كده، بيقفل كويس جدا، ما بيخشش فيه جوان وبيحاول يخطف. النهارده كسبان الاسماعيلي 3-0. دي حاجه المدرب هو خلاص المدرب عارف استراتيجيه النادي وبيبدا يمشي عليها. لكن الاهلي مش عارف، مش فاهم في ايه اللي بيحصل. في كوارث في النادي الاهلي. انا لو حللت الماتش ده وجبت لك منه لقطات هتشوف بلاوي في الملعب، وعشان كده انا هعمل كده. انتظروني ان شاء الله بكره او بعده هعمل لكم فيديو يوريكم قد ايه الاهلي. بص ده مش مركز شباب، والله العظيم ده مش بطل افريقيا، لا ده مركز شباب. هوريك الفيديوهات عشان تعرف ان كلامي كله صح. سلام.